السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل اي كلام يا جماعة وبعد بسم الله الرحمن الرحيم، لايكاتك ادينا لايك عشان نظهر للي بعدك، عشان اللي بعدك يشوفنا فيدينا لايك فالقناة تكبر واحدة واحدة، يعني مش كده يا كبير. ما علينا. بعد الهلس اللي احنا قلناه، بص يا باشا، جناحي الاهلي في الزمالك. يعني ايه العنوان ده؟ يعني في جناحين كانوا بيلعبوا في الاهلي، واحد ستيل بيلعب في الاهلي والتاني كان بيلعب في الاهلي. الزمالك بيتفاوض معاهم بشكل رسمي. بالمناسبه الاسم الثاني هو بالنسبه لي مفاجاه، الاسم الاولاني هو بيرسي تاو. الاول قبل اي كلام، اتحاد المنستيري طالب اعاره احمد جيفالي. احمد جيفالي مش عايز يطلع اعاره، احمد جيفالي عايز يكمل. واي صفقه اجنبيه هتيجي نادي الزمالك هي مش هتيجي الا عن طريق خروج احمد جيفالي، لان زيف الدين الجزيري زي ما قلنا قبل كده هو متربس دماغه ان انا والله باخد 700,000 دولار في السنه وانا عقدي سنتين، هات يا باشا المليون ونص دولار واخلع. غير كده ما تتكلمش معايا. في مليون ونص دولار انت بتتكلم 75 مليون جنيه، فده مستحيل. انسى خروج سيف الجزيري. سيف الجزيري مكمل. عمر فرج اللي رجع بيحاولوا يسوقوا له، ولكن 90% عمر فرج مكمل الموسم الجاي على الاقل ليناير. طيب ده بالنسبه للناس اللي بتتكلم. حلو الكلام. ايه بقى قصه صفقتين الاهلي؟ بص يا باشا، الفيفا اول امبارح، خلينا نمسك واحد واحد. الاول بيرسي تاو، في حاله لو احمد جفالي خرج النهارده وانا بكلمك كده، خرج اعاره لفاركو او اتحاد مانستيري، لان هم اكتر ناديين مهتمين باحمد جفالي بالمناسبه يعني. اذا ده حدث انا بقول لك بيرسي تاو في الزمالك. اتفقوا الفلوس والليله والبتاع، ولكن الاتفاق ان هو هيبقى 6 شهور. يعني هو جاي لحد يناير، لان في مسؤولين في الزمالك متخوفين ان اصلا بيرسي تاو في قطر، القطري ما عملش اي حاجه. فاهم قصدي؟ وكان مستوى وحش جدا وسيء جدا، فبالتالي هم هيمضوا معاه 6 شهور لحد يناير، وبعد كده نشوف هل نمدد ولا لا. طب ده بالنسبه لبيرستاوي. بقى بيرستاوي مرتبط بايه؟ بخروج الجيفالي. طب نفس الفكره في بقى، وده الجديد، الفيفا اول امبارح اختارت رضا سليم انه من حقه يفسخ التعاقد مع النادي الاهلي، لان الراجل بقى له اكتر من 3 شهور على قائمه الانتظار. فبالتالي رضا سليم عادي جدا اليومين الجايين دول تسمع انه مضى في الزمالك. بس تاني ستيل رضا سليم مش هيمضي في الزمالك الا اذا جيفالي خرج، لانه كده كده انت عارف ان خلاص الاجانب احنا فل. فاهم قصدي؟ في اتجاه الى انه لو احمد جيفالي ما عرفناش نسوقه، نطلع صلاح مصدق ونجيب رضا سليم، ودي هتبقى ضربه قويه جدا، لان رضا سليم ده واحد من الناس اللي انا بشوف ان الاهلي ما استفادش بيهم. واحب اسمع رايك في الكومنتات.